الرجاء كونتر الحرس النيجيري، ماتش الذهاب ديال الدور التمهيدي الاول. فاليوم غندويو على هذا الماتش اللي غيكون اول تجربه رسميه للاعبين والمدرب هذا الموسم. قبل ما نبداو كيف العاده، الا كنتي اول مره تشوف القناه فما كرهتش انك تهبط تشترك، وما تنساش تخلي معك حتى شي لايك وتفعل داك الجرس باش يوصلك اي فيديو جديد انت الاول. المهم بلا ما نطول عليكم، يلا نبداو. السلام عليكم اخوتي الرجاويين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. رجعت لكم مره اخرى بفيديو جديد. هذا الفيديو اللي غيكون فيه الماتش ديال الرجاء كونتر الحرس النيجيري. هذا الماتش اللي غيكون عندنا في ذهاب الدور التمهيدي من العصبه الافريقيه، واللي غيكون عندنا يوم السبت 17 غشت واللي هو يوم غد، وغيكون خارج الميدان بالضبط في النيجر. فمن بعد ما كان مقرر في الاول ان مباراتي الذهاب والاياب غيتلعبوا بوجوههم في المغرب، كنشوفوا من بعد انه مباراه الذهاب غيستقبلها الفريق الخصم في الميدان ديالو. هذا الماتش اللي كما قلت في الاول انه غيكون اول تجربه رسميه للفريق مع المدرب الجديد، بالرغم انها ما غتكون سهله، خصوصا ان الانتدابات الجديده ما مأهلينش باش يلعبوا هذا الماتش هذا بسبب المنع، زايد انه ماتش في الافريق. والا ما خفت نكذب ان هذه التشكيله الاساسيه اللي عندنا هذا اول ماتش في الافريق عندهم وهما مجموعين، وزيد عليها الماتش في النيجر، فيعني القضيه ما غتكون سهله. والا كان كيصحاب لك ان الماتش ديال الحرس النيجري بداك السهوله، فكون على يقين انه السيناريو ديال تونغيت غيتعاود. داكشي علاش انا كنطالب من اللاعبين انه يتعاملوا بجديه ويكونوا افيكاس قدام الشبكه، ونحاولوا نسجلوا اكبر عدد ديال الاهداف في الميدان ديال الخصم باش يسهل علينا الماتش في المغرب. وللتذكير فقط، الا ان شاء الله تاهلنا فراه غيكون مازال قدامنا الدور التمهيدي الثاني قبل المجموعات. الدور التمهيدي الثاني اللي من المرتقب اننا الا تاهلنا غادي نواجهوا فيه واحد من هاد الجوج الفرق، يا اما سمارتيكس ولا فيكتوريا يونايتد. فكل التوفيق للفريق، وان شاء الله نرجعوا على الاقل للمجموعات، حيت كلكم عارفين فاش كتغيب شي عام على الافريق كيصعب عليك ترجع العام الجاي، وشحال طرات لينا قبل من مره. داكشي علاش خاص اللاعبين يتعاملوا بذكاء مع هاد الادوار التمهيديه باش ما طراش شي مفاجاه اللي تخرجنا بكري من العصبه. فعلى الاقل يتخطاو هاد الادوار التمهيديه وندوزو للمجموعات، وديك الساعه نرتبوا الاوراق ديالنا، بالرغم ان هاد الدور التمهيدي الاول ما مأهلينش الانتدابات الجدد انهم يكونوا فيه. فراه خاص نقضيو غير باللي كاين حاليا، في انتظار ترفع المانع ونزيدو نعززو هاد السكواد بمدافع وكسر وراس حربه. هادشي الا بغينا نمشيو بعيد في العصبه. زائد ما خصناش نفرطوا حتى شي لاعب من الركائز، ولا غير عولوا على اننا غادي نشطوا هذه البطوله وصافي. حيت فاش غتشوف الاهلي السكواد اللي عندهم والتعزيزات اللي قاموا بها والانتدابات ديالهم والاستقرار اللي عندهم لا في الاداره ولا حتى في اللاعبين، غادي تعرفني على جداوي، وما تستغربوش علاش هما محتكرين العصبه وهاربين علينا بزاف. فالله يرحم الوالدين، الا بغيتونا نتنافسوا مع هاد الناس هادو جيبوا لنا اللعابه اللي بحجم الفريق، حيت اقسم بالله هاد السكواد اللي عندنا الا بقى هكا ما فرطنا حتى شي لاعب. زايد عزلنا الفريق بشي 3 حتى 4 ديال اللاعبين سوبر في اماكن الخاصه، كنضمن لكم اننا غنمشيو بعيد ان شاء الله في العصبه. هادشي بالرغم من اللاعبين اللي غادروا الفريق اللي كانوا فعالين، لا من موهوب ولا بن عياد ولا حتى مكعازي ومبارك زائد المقدم. فكون بقى هاد السكواد اللي كان منسجم كنا غنكونوا في غنى على شحال من انتداب. فكنظن هذا هو الفرق بين الرجاء والاهلي. الاهلي كتحافظ على السكواد وكتزيد تعزو باللاعبين اللي محتاجه هي، ماشي باللاعبين اللي جابوا شي وكيل. بينما الرجاء ما كتقدرش تحافظ على اللاعبين، واللاعبين اللي كيتم الانتباه ديالهم اغلبيتهم غير ضربات حظ. صدق هي هذيك، ما صدقش راه غيكون مشروع على تيج مستقبلا. اسمحوا لي يا اخوتي على هاد الهضره هادي، ولكن هذه هي الصراحه. ما علينا اخوتي، يمكن نخرج شويه على موضوع الماتش. اجي نرجعوا للماتش ونشوفوا الملعب اللي غيستضيف الماتش، واللي تيران هو هذا. فالسؤال اللي محيرني انا هو كيفاش هذا الملعب مؤهل والعربي الزاولي غير مؤهل. مرحبا بكم في العاب العقل. زائد الماتش مع الربعه، وراكم عارفين الربعه في هذا الصيف كي دايره، وزيد عليها في لافريك. المهم الله يكون في عون اللاعبين. بالنسبه للنقل التلفزيوني فراه مستبعد ان الماتش يتنقل في الرياضيه، وغالبا غيكون لايف في الصفحه ديال النادي. اجي دابا ندوزو نتوقعوا ديك التشكيله اللي ان شاء الله غتجيب لنا الرباح من النيجر. ففي الحراسه غيكون انا زنيتي، الدفاع ثنائي يدي خفيف وعراسي، الاظهره لا بديل على بولكسوتو بالعامري. الوسط غنختار فيه كون كامارا وزريده، قدامهم بوغرين. خصوص الهجوم غادي نختار النفاتي وبوزوق كاجنحه، بينما زرهوني كراس حربه. فهذه هي التشكيله اللي كنتوقع انها غيبدا بها المدرب روسمير زفيكو، اللي كنتمناو ليه التوفيق ويبدا اول ماتش رسمي ليه مع الفريق بشي نتيجه تكون ايجابيه اللي تخليه ان شاء الله يكمل الخدمه وهو مرتاح. فالمهم اخوتي حتى لهنا كنكون وصلنا لاخر الفيديو. شكرا لك لو وصلت حتى لهنا. قبل ما نمشي بغيتكم تخليو شي اشتراك وشي لايك، وما تنساوش تفعلوا داك الجرس باش يوصلكم اي جديد. وتسناو فيديو بعد الماتش. المهم دابا ما بقى لي نقول لكم تهلاو في راسكم وديما الرجاء.